الغريبة انك لما تسمع قناة الزمالك وتسمع نفسه جمهور نادي الزمالك نفسه بيقول ان الدولة بتحاربهم. طب الدولة بتحاربك ازاي؟ هي الدولة اللي قالت لك ما تديش ممدوح عباس فلوسه؟ هي الدولة اللي قالت لك ما تدفعش فلوس شيكابالا؟ هي الدولة اللي قالت لك ما تديش خالد بوطيب الفلوس؟ هي الدولة اللي قالت لك ما تديش اتشيمبونج، ما تديش خالد سعد، ما تديش؟ هي الدولة اللي قالت لك اعمل كل ده؟ مين السبب يا جماعة؟ ليه جمهور الزمالك حاطط راسه زي النعام وما يعني ما بيواجهش ان فعلا هو مرتضى منصور هو السبب؟ هو السبب ان خرب النادي. خرب النادي. ليه بقى ما بيقولوش كده؟ ما بيقولوش الحتة دي؟ لان هم جمهور دايما يدعي المظلومية، هو حابب الوضعية دي، هو مش قادر يعمل اكتر من كده.